لها وأن يسكنها فسيح جناته. فإلى روحها الطاهرة وحسناتها انطلقنا إليكم أهل الخليل الكرام في حملة الشيماء للكشف المبكر. هي حملة توعوية تثقيفية بالدرجة الأولى تستهدف معظم السيدات، كل السيدات اللي عمرهم فوق 40 سنة أو السيدات اللي عمرهم تحت 40 سنة عندهم عوامل خطورة. سوف نقوم بحملة توعوية تثقيفية وفحص سريري وفحص ماموجرام للجميع. احنا هدفنا زي ما حكيت لك مش بس تثقيفي، في عنا نشاطات محاضرات، في عنا كمان نشاطات أخرى من خلالها رح نسوي معرض يمكن المرة الأولى يكون بمحافظة الخليل، تثقيفي بالدرجة الأولى وبنفس الوقت يكون بشكل حضاري حتى إنه تيجي الست وتيجي بشكل حتى تتثقف، واثنين تنفحص، وإذا كانت هي بحاجة لعمل صورة ماموجرام رح نعمل لها. رح نختم أعمالنا كلياتها بماراثون تثقيفي برضو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. الهدف من حملتنا ليس التخويف بل هو التثقيف لخير الإنسان أن يسعى، وإذا كانت الوقاية خير من العلاج فإن الاكتشاف المبكر خير وسيلة للتخلص من هذا الداء العضال إذا لم يكن، لأن رحيلها أحيا فكرة ونبه القلب والعقل معا لخطر قد يعني ندعم جميع النشاطات الفرعية للوقاية أو التوعية من مرض السرطان. ونحن يوجد لدى وزارة الصحة اللجنة الوطنية لمكافحة مرض السرطان، وهناك قرار استراتيجي من سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله بإنشاء مركز متخصص لعلاج مرضى السرطان وزراعة النخاع، وإن شاء الله قريبا سوف يبدأ العمل على إنشاء هذا المركز بناء توجيهات سيادة الرئيس. موروثاته الاجتماعية عند طرح هذه المشكلة أو بحثها، فالسرطان لا يعني أن هناك ابتداء من الأول من نيسان، حيث سيكون هناك طبيبات في استقبال الجميع وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية، والمستشفى الأهلي وكذلك العيادة المتنقلة التابعة لمستشفى المطلع، والتي ستجوب المحافظة خلال هذه الفترة وسنعلن عبر. اللي ساعدنا على الشفاء هو درجة كبيرة إنه الواحد يكون عنده إيمان بالله وإيمانه يكون قوي، إنه المرض ما هو إلا سبب، ولكن طبعا الأعمار طبعا لما تنتهي هو يعني الأعمار بيد الله، مش بأنه الإنسان إذا مرض رح يموت، لا. فأهم شيء إنه يكون الإنسان على يقين بأنه الله هو الشافي والمعافي. والنقطة الثانية كمان في عندك الأطباء المتميزين اللي بيطمنوك وبيعطوك شو الإرشادات وبقول لك شو العلاجات، بوجهوك، وبعدين بنفس الوقت الأهل والحواليك كلهم الحمد لله لما يكونوا واقفين معك ومساندينك في كل لحظات حياتك. والله أنا بنصحهم إنهم يقوموا بالفحص المبكر، لأنه الفحص المبكر كتير 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 بيساعد في شفائهم المبكر كمان. أرضية، وهو هم مشترك لكل نساء العالم، وإنه من أكثر الأمراض انتشارا بين النساء الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الخدمات ذات الجودة العالية للكشف المبكر عن هذا السرطان الذي يترأس السرطانات من حيث النساء معرضة للإصابة به أثناء حياتها. من هذا المنطلق يسرني في هذا الحفل الكريم أن أوجه رسالة إلى معشر الأطباء، فأقول لهم